اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن علاج الشعر الجاف او الروتين الصح للشعر الجاف. طيب بالنسبه بقى لموضوع الشعر الجاف، احنا قلنا المره اللي فاتت ان هو حاجه ناشفه، يعني مفيش زيوت مفيش اويلز في الفروه بتاعه الشعر، ده ناتج عن روتين غلط. اول حاجه في الروتين هو غسيل الشعر. غسيل الشعر يا ريت ما يكونش كتير في الاسبوع، 3 مرات 4 مرات. الناس اللي هي نظيفه بزياده يا ريت نخليها مره واحده خصوصا للشعر الجاف. تمام. تاني حاجه، وانا بغسل الشامبو بتاعي ما يكونش فيه رغاوي، يعني زيرو سلفيت، نسبه السيرفاكتنت او العوامل الاستحلابيه فيه قليله. دي الحاجه اللي بتعمل لي الرغوه. اي نعم كلنا بنبقى مبسوطين بالرغوه، بس ده طبعا بيأثر على الشعر وبيتلف الشعر مع الوقت، طبعا بيدي المشاكل اللي احنا كلنا بنعاني منها. تاني حاجه بعد الشامبو طبعا كلنا عارفين هو الكونديشنر او البامب. طيب دكتور، انا بحب استعمل زيوت على شعري وبحب ارطب شعري بزيوت او سيرم، بحب اغذي بيه الاطراف بتاعت شعري او حاجه خفيفه للتسريح. ده مهم جدا برضو للشعر الجاف، بس الشعر نفسه بيبقى ليه زيت معين. يعني احنا عندنا اصلا الشعر انواع، لكل شعر بيبقى فيه زيت اصلا هو بيحمل على طبقه الشعر دي وبيغذيها وبيديها اللمعه بتاعتها. مش كل الزيوت بتمشي مع كل الناس. ولو حد عاوز حلقه كامله عن انواع الشعر، ازاي اعرف نوع شعري وايه الزيت المناسب مع شعري، طبعا يكتب لي في الكومنت، انا طبعا مش هبخل عليكم باي حاجه. طيب هنا وصلنا لحته مهمه جدا، وهو موضوع السبليت اند او النهايات اللي هي متقصفه ومفتوحه. بنوصل لاخر نهايه الشعرايه كده بنلاقي فيها اكتر من فتحه. هنا بنقول ان احنا لازم نقص شعرنا كل 3 شهور مره، ولما بقص شعري ما بقصهوش واسيبه، لا بقصه لازم اغذي الاطراف بعد القص، بغذيها بسيرم خفيف زي زيت بيور كلينيك الارجان اللي عندنا. بالنسبه للشعر المتقصف طبعا اللي هو بنلاقي فيه نهاياته سبليت اندز كده، او الشعرايه لما اوصل لاخرها الاقيها مفتوحه كذا فتحه، بلاقي فيه كذا شعرايه في نهايه الشعرايه. ده طبعا مهم جدا ان احنا نقصه كل 3 شهور مره، ولما اقصه ما اسيبهوش، لازم ارطب او اغذي اطراف الشعرايه بسيرم او زيت خفيف زي البيور كلينيك الموجود عندنا في شركه الدوليه فارما. ده انا كده لميت الدنيا كلها بروتين من بره، انا كده عارفه الروتين ماشي ازاي. طيب ادخل من جوه بقى، اغذي من جوه. مهم جدا الدهون او الزيوت الصحيه، مش هتدخن، هي حاجه انساتشوريتد غير مشبعه زي زيت الزيتون والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو انا عايزه اخدها في اكل، عندنا الاوميجا 3 ممكن تاخديها في الكبسولات بتاعتها او تاخديها في الاسماك الدهنيه، واتكلمنا برضو عن المواضيع دي قبل كده كتير في الفيديوهات اللي فاتت. ومهم جدا التغذيه طبعا والخضره والكلام ده كله. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم، وشكرا لكم.